السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة العدس، بس هنبدأ الفيديو هنبدأ بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة عملتها حطيت فلفل وطماطم والتوابل بتاعتي في مية عشان انا مش كان عندي شرب، يعني الطريقة دي لو انتي مش عندك شرب. وبعدين تسقطي العدس معاه، هياخد غلوة، وبعدين هتطلع الخضار اللي هي اتسلقت وهتفرميها وتحطيها تاني، علشان انا ما بحبش اي حاجة صحيحة في العدس. لو انتي بتحبي الخضار صحيح عادي مفيش مشكلة. وبعدين بقى حطيت فلفل وطماطم وبصل تاني ني وفرمتهم مع بعض وحطيتهم، طبعا انا متبلاه. حمرت لسان عصفور، وبعد ما العدس استوى معايا ابتديت ان انا نزلت بلسان العصفور، خليته يغلي حاجة بسيطة. بعدين طبعا العدس مستوي من الاول، خليته يغلي حاجة بسيطة وبعدين قفلت عليه. طبعا اول ما انت ما بتحطي الخضار اللي هي النية بتفرميها في الخلاط بياخد اللون الاصفر الجميل ده، وعيش طري والجو ده فعلا هو ده جو الشتاء. الجو اللي احنا فيه ده جو الشتاء، محتاج الاكلة دي. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.